السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. معاكم دينا مصطفى من قناة دايت أونلاين، وهي مهتمة بالأكل الصحي والكل اللي حابين يحققوا حلمهم في الرشاقة. ياريت لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه النهاردة. هنعمل الشيش طاووق بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم، والتتبيلة روعة. عايزة اقول لكم التتبيلة دي جربوها، تتبيلة بسيطة وزي طريقة بره بالظبط. انا معايا صدور دجاج، تقدري تستخدمي اوراق او صدور زي ما انتي ما بتفضلي، ومقطعاها مكعبات بالشكل ده. تمام. ومعايا فلفل الوان، ومعايا بصل، ومعايا طماطم واخده اللحم بتاعها بس. تمام. البهارات بتاعتي انا معايا ربع معلقه صغيره من الزعتر والفلفل الاسمر والبابريكا، ومعايا كزبره ناشفه وبصل بودر وتوم بودر وملح. تمام. من كل حاجه ربع معلقه صغيره، وربع معلقه من السبع بهارات. تمام. هبدا ان انا اضيف البهارات بتاعتنا. تمام بالشكل ده. ومعايا مستردة، ومعايا صويا صوص. تمام. هاخد من المستردة معلقة. تمام بالشكل ده. وهاخد برضو من الصويا صوص معلقة. مش هستخدم زبادي، عايزة تضيفي زبادي تمام، يبقى بديل للمستردة والخل. ومعايا صويا صوص، خدت منها معلقة، بتدي لون ونكهة جميلة جدا في الشيش طاووق بتاعنا. تمام. وجربوا نكهة الزعتر هتعجبكم جدا. تمام كده. هقلب بقى المكونات دي كده كويس. تمام كده. دي التتبيله اهي بتاعتنا. هبدأ بقى دلوقتي ان انا اضيف صدور الدجاج بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صدور الدجاج دي انا غسلاها بميه وخل. تمام. نقلب بقى المكونات كده كويس جدا. تمام بالشكل ده. انا هشتغل معاكم بيها دلوقتي. هبدأ بقى ان انا احط بصلة. تمام زي ما احنا ما شايفين، وطماطم، وفلفل اصفر. تمام. وفلفل احمر. واضيف الفراخ بتاعتنا. تمام. تقدري تعملي الكمية اللي انت حباها، انت بتعملي لبيتك ولأولادك. وبعد ما بخلص بقوم عايدة نفس الرص تاني. طريقته سهلة جدا وبسيطة. اهم حاجة ان احنا واحنا بنضيف شرايح الدجاج بتاعتنا ان احنا ندككها علشان تطلع متماسكة، ما يطلعش فيه فواصل او ان هي ايه تتحرك معاكي. تمام كده بالشكل ده. تمام زي ما احنا ما شايفين كده. وابدا ارص في الصينيه بتاعتنا. انا النهارده هسويه في الفرن. حابه ان انتي تسويه على جريل، على شوايه، زي ما انتي ما حابه. انا قلت اعمله بطريقه بسيطه. هعمل معاكم واحد كمان اهو. واضيف الدجاج بتاعنا. الوصفه مش هتقف، تقدري تستخدمي صدور او اوراق زي ما انتي ما حابه. انا بصراحه بفضل الصدور لو احنا بنشوي على جريل.
علشان الصدور بتبقى يعني الاوراق بتكون فيها نسبة دهون اكتر. يعني انا مستخدمة معاكم صدور. تمام. وبقفل بالاخر بطماطم او بشريحة من الفلفل زي ما احنا ما شايفين شكله كده. هكمل باقي الكمية وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وده شكل الشيش التاووك بتاعنا بعد ما عملته. دلوقتي بقى هحطه في الفرن على درجة حرارة عالية وارجع اوريكم شكله النهائي. ورجعت لكم تاني وده شكل الشيش التاووك بتاعنا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم ايه. شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله تحفة ومش ناشف، جوسي معانا ازاي زي ما احنا ما شايفين كده بكل سهولة بدون زيوت بدون اي حاجة. تمام. نشيل بقى الصينية. زي ما احنا ما شايفين شكله كده انا هقدمه مع رز مصري اصفر وهقدمه مع طماطم وخيار وجرجير. تمام. زي ما احنا ما شايفين شكله كده. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم ايه عشان رأيكم بيهمني. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.